تحياتي لكل اللي بيشوفونا واللي لسه هيشوفونا واللي بيتفاعلوا معانا واللي لسه هيتفاعلوا معانا. وأنا أسماء معاكم في نوديو أسماء. بستنى كل تعليقاتكم وآرائكم وأسئلتكم وطلباتكم. ده بيخليني أعرفكم أكتر، وكمان بيعرفكم بينا أكتر، ويخلي حبل التواصل بينا وبينكم دايما واصل. وكالعادة هعمل معاكم بسكوتة حلوة جدا جدا للولاد، وشكلها مغري بالنسبة لهم علشان المدرسة، وكمان لو حابين ناخدها جنب الشاي والقهوة في الفطار بتبقى مناسبة جدا جدا. ولو عايزين نقدمها في المناسبات هنقدمها، فهي هتنفع في أي حاجة، يعني هتسد معانا في أي حاجة، وهيطلع منها شوية نقانق كده للولاد هيفرحوا بيها جدا. يعني من عجينة واحدة هنعمل شكلين حلوين قوي. تعالوا بقى نشوف مقاديرنا وطريقتنا ازاي في التنفيذ. أول حاجة هنضيفها 80 مللي من اللبن، ويكون سخن، وعليه 170 جرام من السكر أو 140، يعني على حسب درجة السكر اللي احنا عايزينها. عايزينه مسكر يبقى 170، إنما لو حابين السكر أقل شوية ممكن نخليه 140 150. رشة من الملح، ونقلب بقى لحد ما ندوب السكر في اللبن، يعني مش هيدوب قوي، ندوبه شوية يعني. نضيف الزبدة، دول حوالي 100 جرام من الزبدة، وتكون طرية يعني بدرجة حرارة الغرفة علشان تسيح وتدوب معانا في المكونات. ونقلب برضو. بعدها بقى بنضيف البيضة وعليها الفانيليا ونقلب، يعني بعد ما نضيف بقى كل مكون نحطه بنقلب لحد بقى ما المكون ده يدوب ويندمج كده مع المكونات اللي قبله. نضيف البيكنج باودر حوالي كده نص معلقة كبيرة، وعليه الدقيق. الدقيق بقى من 400 ل 450. نضيفه بقى حبة حبة مش كله مرة واحدة، علشان زي ما اتفقنا أو عارفين قبل كده إن الأنواع مش كلها واحدة، فعلى حسب نوع الدقيق اللي أنا هستخدمه. وبعدها بقى بنلملم الدقيق مع المكونات السايلة. طبعا البسكوتات مش بتتعجن، فأول ما الدقيق يتشرب السوائل نتوقف على طول. نرش رشة خفيفة من الدقيق من فوق ومن تحت. ونفردها بالمردان على شكل دائري أو مستطيل، يعني الشكل اللي أسهل عليكم. نفردها بقى بسمك 2 ملي أو 3 ملي أو أقل، يعني لو رفعناها بتبقى البسكوتة مقرمشة شوية، ولو سمكناها بتبقى منفوخة أكتر ومقرمشة برضو، بس قرمشة عن قرمشة بتفرق، بتبقى قرمشتها خفيفة شوية. نشكلها بقى دوائر بأي قطاعة جاهزة أو بكوباية، أي حاجة أو أي شكل انتم حابين. ده بيبقى شكلها. نرص البسكوتة في صينية وعليها ورق زبدة. الزيادات اللي بتطلع معانا دي من العجينة هنلمها ونفردها مرة تانية ونشكلها برضو. هنا بقى أي حاجة تكون مدورة حجمها صغير، نفرغ البسكوتة في النص هتدينا شكل حلو. الدوائر اللي بتطلع معانا دي بقى هنسويها، ياخدوها الولاد وينقنقوها هيفرحوا بيها قوي. ده عسل أبيض هندهن بيه الوش من فوق، ممكن نستبدله بقى بمربى، ولو العسل لزج شوية أو تقيل في قوامه نخففه بقى بنقطتين مية. هنحط بقى جوز هند ناعم على الوش من فوق، هيلزق طبعا بسبب العسل اللي احنا حطيناه. ده شكله في الآخر. ودي بقى بواقي العجين اللي فردناها وشكلناها مرة تانية.
ودي الدواير اللي طلعت معانا. اديناها برضو مسحة على الوش من فوق بالعسل. نسويها في الفرن على 180 درجة، نسخنها قبلها بربع ساعة ياخد لون من تحت. بعدها بنفتح الشواية علشان ياخد لون من فوق، يعني لون خفيف كده. بعد ما يخرج بنسيح شوكولاتة بيضة أو بني أو الاتنين مع بعض حسب ما بتحبوا، وهنزينه من فوق خطوط كده رايح جاي، هيدينا شكل حلو للبسكوت. دي بقى الدواير برضو هنزينها، بننقنقها بقى جنب الشاي والقهوة، بتبقى لطيفة. البسكوتة دي طعمها حلو قوي قوي، نديها لأولادنا بقى في المدرسة، لطيفة. وزي ما قلت بقى للفطار مع الشاي والقهوة بتبقى حلوة ولذيذة جدا. والسمك بتاعها بنتحكم فيه، عايزينها مقرمشة زيادة بنخفف السمك، يعني بنفس السمك بتاعي كده. لا عايزينها بسكوتة قرمشتها خفيفة يبقى نسمكها شوية. ان شاء الله بقى تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها، وما تنسوش بقى تستنونا في وصفات تانية جديدة في نوديو أسماء، وبالهنا على قلوبكم.